ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم في فيديو جديد يخص موقع باز، وهنشرح النهارده المستوى التاني. زي ما شرحنا المستوى الاولاني موجود على القناة، هنشرح المستوى التاني من مهمات موقع باز عشان تقدر تحقق الربح وتقدر تحصل على 50 دولار او حد اقصى في الشهر 200 دولار. بيديك اللي انت بتكون مستويات، وبيديك في المستويات دي على كل مستوى طبعا بتاخد فلوس، وعلى كل مستوى لازم تعدي للمستوى اللي بعده بحيث ان انت تحقق الربح المطلوب. طيب، ده المستوى التاني. زي ما احنا عدينا وشرحنا المستوى الاولاني اللي هو المستوى البازي، المستوى التاني معانا النهارده هو المستوى البرونزي. طالب مني مهمات اهو زي ما احنا شايفين، لازم اعملها عشان اتنقل للمستوى التالت اللي هو المستوى الفضي. خليني سريعا كده نشرح في الحلقة دي المهمات المطلوبة، ولازم نركز جدا لان ده اهم مستوى، وده اللي هينطبق عليه الربح. ده اللي هينطبق المستوى ده اللي هينطبق عليه اللي انت هتقدر تسحب ربحك ولا مش هتقدر، وهقول ده ليه. طيب، اول حاجة بيطلبها مني بيقول لي ادع 5 اصدقاء للحساب بتاعك على بايس. طيب، ال5 اصدقاء عشان اعمل لهم دعوة، بعمل لهم دعوة من الكود بتاعي. الكود بتاعه زي ما انتم شايفين. لازم صحابي اللي انا 5 دول يكونوا محملوش البرنامج قبل كده. لازم وهم بيحملوا البرنامج بيجي لهم التسجيل عن طريق جوجل او التسجيل بالفيسبوك او التسجيل برابط دعوة. لازم يختاروا التسجيل برابط دعوة ويحطوا الكود بتاعك ده زي الكود اللي ظاهر. وبعد ما بيسجلوا ال5 انت كده خلاص عديت الطلب الاولاني. الطلب التاني بيقولك وثق حسابك، ودي حاجة مهمة جدا لان الناس اللي حساباتها متوثقة بس هي اللي بتقدر تسحب ربح. يعني لو حسابك، لو انت عملت على البرنامج ده 100 دولار او 50 دولار بس مش موثق حسابك او مش عامل الخطوة دي، حضرتك مش هتقدر تسحب الفلوس بتاعتك غير لما حسابك يتوثق. طيب، بتوثق حسابك ازاي؟ بتدخل كده، ماشي. انت مثلا وليكن في مصر، هو بيقول لك لتفعيل الحساب التقط صورة لهويتك الشخصية وتأكد ان جميع بياناتك بأمان. طيب، الهوية الشخصية مديني 3 اختيارات: الهوية الوطنية، جواز السفر، رخصة القيادة. طبعا اغلب الناس تحط الهوية الوطنية عشان انت لما بتيجي تستلم فلوسك بتستلم بالهوية الوطنية. فبندوس على الخطوة دي كده وبندوس التالي. بيدخلني اللي انا اصور البطاقة بتاعتي، ولازم بيبقى مديني مستطيل لونه اخضر زي ما احنا شايفين كده. لازم البطاقة كلها تكون في المستطيل اللي باللون الاخضر. ويعني خلال 24 ساعة الحساب بيكون اتوثق. طبعا هدوس استمر اهو، بيدخلني على الهوية. الطلب الثالث بيقول لك انضم لمجتمع من اختيارك. انت لما جيت عملت الحساب بتاعك على باز، اول ما عملته قال لك ايه الاهتمامات اللي انت بتهتم بيها، وليكن انت اخترت الرياضة مثلا والفن. طيب، هو طالب منك تنضم لمجتمع من اختيارك، يعني انت اختار بقى اي مجتمع انضم ليه. هترجع تخش على على المجتمعات اهي. دي الصفحة الرئيسية. هتدوس مجتمعاتي او المجتمعات اهي، الموضة والجمال مثلا، وهتدوس مثلا انضم. انت كده انضميت، وهو بيقول لك لقد حصلت على 100 نقطة لانضمامك لمجتمع بنجاح. يعني الخطوة دي سهلة، ما فيهاش اي مشكلة يعني. الخطوة اللي بعد كده بيقول لك انشر 3 فيديوهات ضمن احد المجتمعات واحصل على النقاط عند التفاعل المستخدمين مع منشورك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي مجتمع انا مشترك فيه هخش انشر عليه 3 فيديوهات منفصلين. مش هعمل 3 فيديوهات في بوست واحد، لا، 3 فيديوهات كل فيديو لوحده. واستنى ان لما يجي لي عليه تفاعل، التفاعل ده ان حد يعمل لي لايك ويكتب لي كومنت. طبعا انت عايز تنجز في المستويات وعايز تعدي المستويات، اكيد كده كده هتكون عامل دعوة لحد من اللي معاك في البيت، تليفون والدك ولا تليفون اخوك ولا تليفون اي حد. انشر الفيديو، وبالتليفون التاني اللي هو انت بتاع والدك ولا بتاع اي حد معاك في البيت
بعد ما تنشر الفيديو اعمل لايك من التليفون التاني ليك وكومنت على الفيديو عشان تنجز وتحقق الطلبات المطلوبة دي. وبيقول لك انشر 3 فيديوهات. طيب الطلب اللي بعد كده بيقول لك انشر 4 صور ضمن احد المجتمعات واحصل على النقاط عند تفاعل المستخدمين مع منشورك. برضه هتخش على اي مجتمع من المجتمعات، وزي ما احنا عارفين المجتمع على برنامج باز اللي هو الجروب، تخش على اي جروب هتنشر 4 صور منفصلين، برضه ما ينفعش تجمعهم في بوست واحد، 4 صور منفصلين. وعلى كل صورة من اي حساب تبعك اعمل لايك وكومنت، لايك وكومنت، هتحقق طبعا الشرط ده. الشرط اللي بعد كده بيقول لك انشر 4 محتوى نصي ضمن احد المجتمعات واحصل على النقاط عند التفاعل. نفس طبعا الطلبين اللي فاتوا، بس عايزك ترفع بوست بالكلام، مثلا اكتب اي منشور، اكتب اي حاجة، اكتب حاجة عن الرياضة، اكتب حاجة، اي حاجة تيجي في دماغك اكتبها. وبرضه شرط اللي انت تاخد لايك وتعمل عليها كومنت بحيث اللي انت تحقق المطلوب. وهو طبعا فوق على الشمال كاتب لك نصايح ازاي اللي انت تقدر تحقق الحاجات دي، بس انا برضو بقول لك الخلاصة وبقول لك المفيد. الحل اللي بعد كده بيقول لك انشئ قصة، يعني اعمل ستوري ليك. هتخش على البروفايل بتاعك او على الصفحة الرئيسية هتلاقي صفحتك بيقول لك انشئ قصة اهي. بيقول لك انشئ قصة. هتحط اي صورة من عندك على التليفون في الستوري بتاعتك كده، انت هتاخد النقط كاملة. الطلب اللي بعد كده بيقول لك الاعجاب ب5 منشور. هتخش على اي مجتمع، هتخش على اي صفحة حد، على اي حد من الاصدقاء عندك، اعمل 5 لايك ل5 منشورات مختلفة. والطلب الاخير بيقول لك اضف تعليقا على 5 منشور. ده الطلب الاخير خالص، وبعد ما بتحقق الطلب ده خلاص انت بتتنقل للمستوى الثالث اللي هو المستوى الفضي، وبتبتدي تخش في الجد بقى اللي انت خلاص بتحقق ارباح، وبتبتدي تجني ارباح على كل واحد بيحمل البرنامج عن طريقك. هتضيف طبعا التعليقات برضو مش محتاجة، انت هتخش على 5 منشورات منشورين، هتكتب كومنت على كل بوست، وبعد ما تكتب ال5 كومنتات هتلاقي ان الطلب ده اتحقق. طبعا في نهاية الفيديو بشكركم على حسن المتابعة، واتمنى ان احنا ان شاء الله نكون وضحنا. لو انت استفدت من الفيديو اعمل اشتراك عشان هنشرح بقية المستويات. وبشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.